معانا النهارده كيكه حلوه وبسيطه وسهله وبتتكون من 3 مكونات بس، موجودين في كل بيت وسهلين جدا. احنا عندنا ده بسكوت اوريو مطحون، ومعانا 2 كوب الا ربع لبن، ومعلقه ونص بيكنج باودر. المكونات بتاعتها سهله جدا وبسيطه. هنخلط كل المكونات دي مع بعض في بوله. ده اوريو مطحون، متشيل منه الكريمه بتاعته ومطحون بالمنظر ده. نحط عليه معلقه ونص بيكنج باودر وكوبايتين الا ربع من اللبن. ممكن ما نستخدمهمش من الاول، نشوف بس هي هتحتاج معانا ولا لا. كيكه سهله وبسيطه وسهله وسريعه، طعمها بيبقى حلو جدا. انا هنا كده احتاجت الكوبايتين الا ربع بالظبط، اخدناهم كلهم. بنكون طبعا مسخنين الفرن في الوقت ده، يعني اقل حاجه لازم يكون الفرن مش اقل من 10 دقايق ربع ساعه يكون سخن. وهوريكم واحنا بنحطها في الصينيه مدهونه وبندخلها الفرن، بتاخد من حوالي نص ساعه ل40 دقيقه. من المنظر اللي احنا شايفينه ده، بيبقى ده القوام بتاعها، ولا هي تقيله ولا خفيفه، بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وكده يا جماعه بعد ما حطينا الكيكه في القالب، طبعا احنا دهنا القالب دوت الاول زبده او زيت او اي ماده دهنيه، دهناه وهنروح ندخلها الفرن زي ما قلنا من 30 دقيقه يعني ل 40 دقيقه على حسب بقى كل فرن ونشوف. احنا مسخنين الفرن بتاعنا، هندخل فيه الكيكه الاوريو. بعد ما طلعت من الفرن ده بيبقى منظرها، بتبقى مرتفعه زي ما احنا شايفين كده، ومحدش ابدا هيشوفها يقول ان ده بسكوت اوريو معمول ب3 مكونات بس مش اكتر زي ما قلت لكم. وعندنا بس لو هنزينها هنزود مكونين 2 بس، الشوكولاته، ومعانا شوكولاته هنا بالحليب دارك، اي شوكولاته انتوا حابينها، ومعانا نص كوبايه كريمه سخنه. بنفضي الكريمه لازم تكون سخنه، وبندوب بس فيها الشوكولاته. طبعا هنا كيكتي بردت، الشوكولاته في قلب الكريمه. يبقى عندنا الشوكولاته بعد ما دابت، هو ده الجناش بتاعها. احنا بنحط مثلا 50 جرام كريمه على 100 جرام شوكولاته، وبيبقى بالمنظر ده. هنبتدي بقى ايه، دي خطوه على فكره اختياريه. هنصب الجناش فوق الكيكه بالمنظر ده. احنا هنحاول نخليه في النص، وبعد كده اللي هينزل على الجناب بالمنظر اللي احنا شايفينه. اسهل كيكه، اسهل كيكه ممكن تعملوها، متاخدش اي وقت خالص خالص معاكم، وبتتقدم بشكل ظريف ولطيف، واكيد اكيد اكيد يعني كل الولاد هتحبها. ده بيبقى منظرها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وهرجع اوريها لكم برده تاني بعد ما نقطعها من جوه هتبقى شكلها عامل ازاي. وده كده منظر الكيكه بعد ما عملناها وزيناها كده بحاجه بسيطه من عندنا. ده ورد ينفع للاكل، تزيينها بسيط جدا مفيهاش اي حاجه. هنقطعها بقى.
ودينا شايفين منظرها، تبقى بالمنظر ده، قوامها متماسك وما فيهاش اي حاجه، وبنقدمها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، فيديو بسيط وسهل، ما فيهوش اي تعب.